مرحبا بكم من جديد. أتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة وبعافية وأنتم بتشاهدوا هالفيديو. تبدأ الحلقة 732 من مسلسل حبيبتي من تكون، بباك هي وهي تعانق فينو بعد أن أخبرها بحبها له وأنه يعتبرها أمه الحقيقية. وفي الخفاء تظهر أشواني وهي جد متأثرة بفرحة باك هي وتتمنى لها السعادة مع ابنها. من جهة أخرى كريشما تعتذر من ساي وتشكرها على مساعدتها له، وقالت لها: أنا آسفة لأني كنت في الماضي دائما أفكر فيك بشكل سيء، لقد ظلمتك كثيرا، لكن عندما وقعت بمشكلة اليوم أنت من أتيت وساعدتني. أعرف لماذا قمت بمساعدتي، لأنك تعتبرينني جزءا من عائلتك. شكرا لك يا ساي، شكرا جزيلا. جواب ساي كان صادما لكريشما وفراغ، حيث قالت: ليس من المهم أن يكون الشخص من عائلتنا لكي نساعده، يجب أن توجد الإنسانية في قلب أي شخص. لم أساعدك لأنك جزء من عائلتي، أنت لست هكذا. أنا لا أضع لقب عائلة شافان خلف اسمي أبدا. أنا قمت بمساعدتك لأنني كنت سوف أساعد أي امرأة كانت في نفس حالتك. أنا أجهضت أيضا، لذا أعرف الآلام التي تمرين بها الآن. عندما تفقد المرأة الطفل الذي برحمها فتلك اللحظة تكون أكثر آلاما لها، وأنا فقدت طفلي، أحدا بالإجهاض والآخر بحادثة حافلة. وأثناء حديثها تصل إلى هاتف فراق رسالة من الدكتورة أنادي محتواها: سيد شافان، أنا أتصل بك لكن لا تجيب. أنا آسفة، لكن أعتقد أن الدكتورة شوجي شكت بنا بسبب حديثي. أنا لم أخبرها بأي شيء كما أخبرتني. أتمنى أن يكون كل شيء بخير. ساي تشعر بالاستغراب وتتساءل ما السر الذي يخفيه فيرات عنها. يسألها فيرات حول سهوها، ولكن تجيب أن كل شيء بخير. تبدأ شكوك ساي بالتزايد وتقرر معرفة السر الذي يخفيه فيرات والدكتورة أنادي عنها. بعد مدة يصلون إلى بيت ساي وتدخل كريشما إلى منزل لكي ترتاح، وأثناء ذلك يشكر فيرات ساي عن كل ما تفعله من أجل عائلته، حتى بعد أن أقاموا بإهانتها وطردها. فهي بالرغم من ذلك باتصال واحد من فيرات أتت لمساعدة كريشما. يصر فيرات على رد المعروف وتفاجئه ساي بأن لها طلب تريده أن ينفذه لها. يفرح فيرات، ولكن في لمح البصر تتغير ملامحه عندما يعرف أن طلبها هو حضوره إلى ذكرى وفاة فينو. لقد أخبرتك أنني لا أريد أن أتذكر ذلك اليوم، أريد أنساه. إنه خطأك يا ساي، إنك تركت المنزل وذهبت، وهذه نتيجة عنادك. الآن ماذا حدث؟ قد حدث يا ساي أن فتحنا الجروح القديمة، سيكون مؤلما كما لو أنه حدث اليوم. رجاء انسي صلاة ذكرى وفاة وكل هذه الأمور. أنا أطلب منك هذا الرجاء. وتتصل بجاك تاب وتطلب منه مقابلته لأنه يوجد عمل طارئ. بعد عودة فيرات إلى المنزل يتصل بالدكتورة التي تسأله إذا كان أحدا شاهد رسالتها، فيجيب أن كل شيء بخير وكما خطط له، ويشكرها على مساعدتها. فجأة تدخل باكي للغرفة ويطلب منها فيرات الغفران، ويطلب منها ألا تسيء الفهم، ولكن باكي ما زالت غاضبة منه. باكي تطلب من فيرات توضيح سبب معانقته لساي، لكنه يرفض الكلام ويبقى صامتا. من جهة أخرى تظهر ساي وجاك تاب في المقهى وهم يتحدثون، ويخبرها جاك تاب أن ما تفعله خاطئ، حيث قال: لا أقصد أنني لا أفهم أي شيء يا ساي،
أول شيء جعلتني أتغير للأحسن، أقصد لقد أصبحت شريفا وتركت الإجرام. أنت ما تفعلين الآن؟ لقد ذهبت لتدمير مكتب. أنا أقصد هل تريدي أن أظل رجل شريف؟ تقاطعه ساي بسؤال: هل يمكن أن تخرج هذه المعلومات من دار الأيتام وتخبرني كل شيء داخل ذلك الكمبيوتر؟ يؤكد لها جاكتاب أن الأمر سهل ويستطيع أن يحضر الحاسوب لها إذا أرادت، ولكن تخبره أنها لا تريده أن يسرق. فيتذكر جاكتاب أن له صديق يعمل في دار الأيتام، فتفرح ساي كثيرا لسماع هذا الخبر. من جهة أخرى ما زال فيرات أن يراضي باكي وتخبره أنها ستنهي علاقته معه، واليوم يجب أن يقوم بالتظاهر أمام الجميع بأنهم آباء جيدون لفينو. يحزن فيرات لسماع ذلك ويقول مع نفسه: كيف سأخبرك يا باكي أن كل ما أفعله هو من أجلك حتى يظل فينو معك، وأنت تعتبريني عدوك. جاكتاب وساي يصلون إلى دار الأيتام ويجدون صديقه، وعندما يرى صورة فيرات يخبرهم أنه دائما يأتي إلى دار الأيتام وأن له عمل مع سيدة أنانديا، حيث كانوا يبحثون عن طفل وطلبوا منه أن يحضر لهم أغراض الطفل المفقود من الخزانة. ومن شهادة صديق جاكتاب تتأكد ساي أن ابنها ما زال على قيد الحياة، وتفرح كثيرا ساي، وتبدأ في الشك في فيرات وتتساءل كيف أخفى عنها أن فينو حي، ولماذا أخفى عنها ذلك. وتنتهي الحلقة بكريشما وهي تبكي وتتألم لفقدان ابنها. إلى هنا ينتهي تلخيص هذه الحلقة. إذا أعجبكم الفيديو المرجو الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو وكلمة شكر منكم تكفيني.